صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ناس كتير قوي بتسأل عن كلية تربية رياضية بنات، على الشنطة وعلى المواد وعلى الكشف والحاجات دي كلها. دلوقتي نيجي الأول للشنطة. أولا هي مش شنطة مبدئيا، يعني هي كيسة أصلا. تمام. الكيسة دي فيها لبس حضرتك لل4 سنين بتوع الكلية. فيها ايه؟ فيها 2 تيشيرت وفيها شورت وفيها التريننج اللي سيادتك داخلة طالعة بيه. في الكلية ال4 سنين عندك مايو الجمباز ومايو السباحة وبدلة المبارزة وبدلة التايكوندو. تمام، ده اللبس بتاع حضرتك. المواد بقى، آه، عندك بقى ايه؟ مواد النظري والعملي. عندك علم نفس وعندك مبارزة وعندك تشريح وعندك أصول تربية بدنية ورياضة وعندك طرق تدريس وعندك إدارة. وعندك طبعا المواد النظري بتاعت العملي، عندك كرة السلة وعندك الجمباز الفني وعندك السباحة. وعندك الإنجليزي. عندك هم تقريبا 12 أو 13 مادة. مفيش حاجة اسمها أختار إيه وما اختارش إيه، هم 12 أو 13 مادة شاكب راكب لازم هتاخديهم. حتى المواد اللي مش داخلة في المجموع زي أسرة واستدامة، حقوق إنسان، إسعافات أولية، ده الحاجات دي لازم هتمتحنيها. ونصيحة مني ليكي، يعني المواد اللي هي بيبقى ليها دكاترة منتدبين ومش داخلة في المجموع حاولي ان انت تنجحي فيها وتعدي منها، عشان يعني ما تلبسيش في حيطة من الآخر. عندنا ايه تاني؟ آه المواد العملي حضرتك، انسي المانيكير، انسي البيرسينج، انسي الكاتنج، انسي حياتك قبل الكلية دي كانت عاملة ازاي. وخلينا بقى نبدأ من الأول. دلوقتي عشان حضرتك تعدي ال4 سنين عليك يكونوا لطاف خفاف ظراف. لازم أول حاجة نسمع الكلام. الدكاترة أول مرة بيدوا تحذير، تاني مرة بيبقى كروس، تالت مرة بتاخدي غياب وانتي حاضرة زي الهانم. انتي حضرتي بس تاخدتي غياب، وقعت منك واحدة. انتي ليكي 3 مرات غياب، بعدها بتفقدي النسبة، يعني بتشيلي المادة قبح باي باي. الكلام ده في النظري وفي العملي. تمام، عشان ما تجيش واحد تقول لك لا هم 4 لا هم 5 لا هم 3 مواد. 3 مرات، سوري، 3 غياب باي باي على طول، معروفة يعني. فما تجيش حضرتك تكوني حاضرة وما نفذتيش المطلوب منك، انك مثلا جاية حاطة مانيكير، انك جاية حاطة ضوافر، انك جاية مربية ضوافرك، انك جاية حاطة بيرسينج، حاطة رموش، حاطة فاونديشن، حاطة كل البتنجان ده. انسي بقى. حضرتك دخلتي تربية رياضية يعني كأنك دخلتي كلية عسكرية بالظبط، من الآخر، عشان ايه نكون صراحة كده مع بعض. والله ودي نصيحة، يعني حابين تعملوا بيها اوكي، مش حابين انتوا حرين براحتكم، يعني كل واحد وذوقه. عندنا ايه تاني؟ اهم حاجة الالتزام. احنا المحاضرات عندنا بتبدأ عادة من 8:30 الصبح، يعني لازم حضرتك تكوني موجودة في أرض الملعب أو في المدرج 8:15، 8:30 بالكتير. يعني لا تخشي 8:30 بعد الدكتور، ولا تيجي متكلفتة كده، إلا لو انتي بقى جاية من مكان بعيد مثلا هتقولي لها يعني هتعذرك وهتدخلك كده يعني. تمام. في عندنا ايه تاني؟ آه كان في حاجات تانية كانت البنات برضو سألين عليها. آم، في مادة أنا نسيتها برضو، عندنا علم الحركة، دي ميكانيكا. دي تقريبا بتاخدوها في الترم التاني، حاولوا برضو ان انتوا تذاكروها. هي المواد سهلة مش صعبة، بس مع ضغط العملي هتحسوا ان انتوا بتفرهدوا جامد، فحاولوا في الوقت البريك الفاضي حاولوا تلموا اللي فاضل، يعني الحاجات اللي باقية عليكم. عندك في ايه تاني؟ الكشف الطبي، في بنات كتير قوي بتسأل عليه، اروح فين واجي منين واعمل ايه والكلام ده كله. احنا قلنا قبل كده ان الكشف الطبي عندك الاستمارة نازلة على موقع الكلية، تقدري ان انت تطبعيها، معرفش تبقى عاملة 10 جنيه ولا لأ. هي موجودة في الكلية ب10 جنيه. ممكن تجيبيها من مستشفى المواساة في الشاطبي او من مستشفى النقراشي في بحري اللي يريحك، برضو تقريبا سعرها عامل 10 جنيه. مش عارفة بتجيبي معاكي عدد صورتين. معرفش الكشف عامل كام دلوقتي، 500 جنيه ولا بكام. آم، عندك بتحطي كل الحاجات بتاعتك دي في فايل بلاستيك. بتتصلي على الرقم الخط الساخن ده المستشفى بتقولك عليه، وبتحجزي، بيقولولك على ميعاد في يوم معين بتروحي فيه، مثلا زي من الساعة 9 الصبح. بتخلصي على الظهر، بتعملي كشف ايه؟ بتعملي كشف نظر وباطن. لو عاملة يعني لو في اي خياطة في جسمك او حاجة وبتقولي سببها الزايدة والحاجات دي بتعدي.
لو هم شاكين في حاجة تانية لأ مش هتعدي منها، يعني زي خناقة، غزة مطوة، سكينة، الكلام ده. وطبعا الأغلبية ده بيكون تبع الشباب مش احنا طبعا. عندك بيعملوا التحليل بقى بسكر ومخدرات والحاجات دي كلها. آم، عندك بيعملوا لك إشاعة على صدرك عشان في ناس بيكون عندها حساسية صدر وحاجات كده. البنات اللي هي لابسة نظارات نظر، يا ريت وانتي رايحة الكشف تقلعي النضارة وتلبسي لينسز شفاف عشان تعدي، عشان ما تاخديش ختم مش حلو كده ان انتي غير لائق، يبقى كل اللي عملتيه كده ضعف الهوا. او مش هيختم لك الورقه الدكتور، هيقوم قايل لك ايه، طب روحي بقى اعملي لي عمليه تصحيح، فحليني بقى على بال ما تعملي العمليه وتاخدي اللائق بقى، فتروحي تحضري الكليه متاخر اصلا. تمام. بنقدم الملف امتى؟ الملف حضرتك بتاخدي استماره الكشف الطبي طبعا عليها لائق، بطاقه الترشيح، اللي هي الاستماره بتاعه الكليه ان هي مكتوب فيها انك لائق في القدرات، شهاده الثانويه العامه، ايه تاني، حطي 6 صور مبدئيا، معرفش هما هياخدوا 3 4 ايا كان اللي هياخدوه. هينزلوا بعد كده المصاريف هتبقى كام، مصاريف غالبا هتبقى 2000 جنيه حاجة كده. هتحطي كل ده عندك في فايل كبسولة. المصاريف بتحطيها في فيزة بنك اللي هي ميزة، بتروحي اي بنك وبتقولي عايزة فيزة ميزة، فيزا بيديها لك، وغالبا يعني اللي بيديها لك بسرعة او في ساعتها البنك الاهلي. تروحي وبتحطي فيها الفلوس، لان اي تعامل ليكي داخل الكلية بيكون عن طريق الفيزا. بتدفعي مصاريف، هتطلعي اللي هي بطاقة العلاج اللي هي بتاعة التأمين الصحي بتاعة الكلية، هتعملي اشتراك مكتبة، هتعملي أي حاجة هيكون عن طريق الدفع بالفيزا. حتى لو والنبي لو هتدفعي 5 جنيه برضو لازم عن طريق الفيزا. عمو بتاع الخزنة ما بياخدش فلوس في ايده ولا بصي ولا جنيه، حتى لازم هياخده عن طريق الفيزا من الآخر يعني. فلازم فيزتك تبقى في شنطتك فيها على الأقل 100 جنيه، يعني ما تحطيش فيها مبالغ كبيرة عشان لو ضاعت منك ما تعيطيش، حطي فيها على الأقل يعني 50 جنيه، بلاش 100، حطي 50. بعد طبعا ما تدفعي المصاريف وكله، انت يعني يوم ما هتبقي رايحة حاطة فيها ال2000 جنيه هتبقي رايحة على طول على دفع المصاريف. بالنسبة للشنطة بقى، احنا قلنا الشنطة بتستلميها تقريبا بعد شهر، لو حظكم حلو تستلموها على طول. طيب هروح احضر الكلية دلوقتي بايه؟ حضرتك دلوقتي هتروحي تحضري الكلية تيشيرت ابيض وبنطلون تريننج او بنطلون سبورت. تمام. والجمباز هتدخليه، الدكتور اول مره هتقولك عايزه ستريتش او ليجن اللي انت هتلبسيه حاجه يعني ما تكونش هتعملك اعاقه وانت بتتحركي، لان ده جمباز. وطبعا تي شيرت، حاولي يكون تي شيرت قط مثلا اللي هو برضو بيبقى ماسك ده. تمام. عندك هتروحي اول يوم عادي جدا هتحضري المواد، شوفي هتحضري بقى مع سيكشن ايه مع جروب ايه، لان هتكتبي اسمك في كل مكان هتحضري فيه. حاولي نفس البنات او نفس المكان اللي حضرتي فيه، يعني ما تحضريش المادة مرتين، يعني هي حضرتي مثلا جمباز الصبح ما تجيش تحضريها تاني بعد الظهر، لا شوفي ايه بقى بقية المواد بتاعت اليوم النهاردة. تمام. اول ما التسجيل يفتح حاولي تسجلي على طول، نفس الجروب نفس السكشن نفس كل حاجة عشان ما تلخبطيش نفسك، لان حرفيا في بنات شالوا مواد لان هم سجلوا متأخر، فسجلت مثلا كانت في جروب 4 وراحت سجلت مثلا مادة هي كانت فاضلة لها سجلتها مثلا في جروب 3، فده عمل لها مشكلة وقت الامتحان، هي نسيت فراحت عليها نومة فنسيت أصلا إن هي كان عندها امتحان، كانت فاكرة إن هي تبع الجروب بتاعها لأن هي مادة وقعت من عندها، وقعت من الذاكرة أصلا. فعشان ما يحصلش الدروب ده، لان في كل جروب بيعمل جروب ليه على الواتساب، بينزلوا بقى ايه المواد اللي علينا وايه الحاجات اللي بنذاكرها وعندنا ايه بكره والجدول بتاعنا والحاجات دي، فعشان تبقي متابعه ومفيش حاجه تقع منك حاولي تسجلي نفس الجروب بتاعك ونفس السكشن. ولو مش نفس السكشن يعني حاولي تسجلي في خلال السكشن بتاع الجروب بتاعك، كل جروب بيبقى ليه 4 سكاشن. تمام. دي حاجه كمان. في بنات برضو بتسأل على السكن والحاجات دي كلها، ممكن حضرتك، في ناس بتبقى حاطة اعلانات، في بنات كتير بتبقى عاملة جروبات وبتقول ان في سكن، ممكن تاخدوا زي شقة شركة مثلا 5 بنات كل بنت بتدفع 1000 جنيه، اللي هم البنات المغتربين. وفي اللي هو طبعا السكن الجامعي اللي هو في عزبة سعد، بس مش عارفة ده قفل ولا لا، تقريبا ده بمواعيد برضو ليه أوراق معينة. عندنا ايه تاني؟
عندنا ايه تاني؟ طبعا في ادوات احنا بنشتريها لبعض الالعاب، زي مثلا يعني عشان مش عايزة اشتتكوا يعني في الجمباز، بس مش بتاع السنة دي، في الجمباز الإيقاعي. بعد كده يعني بيبقى في أدوات. خلينا دلوقتي في السنة دي، سنة تانية، سنة أولى سوري. عندك التنس الأرضي هتشتري له مضرب وكور. طبعا الدكتور هتقولك على الحاجات دي، لازم المحاضرة اللي وراها تكوني شارياهم. عندك شوفي لو هما هيبقوا غاليين عليكي مثلا، ممكن يعني تشوفي حد من الدفعات اللي قبل كده بتكون بتبيعه مثلا بسعر رمزي او حاجة. عندنا ايه؟ عندنا ايه تاني؟ آم، في عندنا ايه تاني؟ في برضو البنات اللي هي غير قادرة ان هي تشتري الكتب، ممكن ان هي تشتريها من بنات تانية برضو تكون بتبيعها بسعر رمزي. ما نستعجلش. في ايه تاني؟ اهم حاجة الالتزام، الالتزام ثم الالتزام عشان ما ترجعيش تزعلي. آم، اول يوم بيقعدوا معاكوا طبعا، والإرشاد الأكاديمي دكتور نجلاء بتقعد معاكوا بتفهمكوا كل حاجة، وإزاي إن انتوا تقدروا إن انتوا تقعدوا في الكلية وتشوفوا انتوا هتعملوا ايه ودنيتكوا هتمشي ازاي وكل الكلام ده، والتسجيل ازاي. حاولي إن أول ما التسجيل يفتح تسجلي على طول عشان ما يحصلكيش مشاكل. حاولي تلتزمي على قد ما تقدري عشان ال4 سنين يعدوا خفاف ظراف لطاف. الكلية حلوة، الكلية مش صعبة. هي صعبة على اللي هتكسل، على اللي هتستتقلها، على اللي مش حباها، على اللي داخلها عشان المجموع. الكلية حلوة ولطيفة. اعملي صحبة كويسة، اعملي صداقات. لو في أي حاجة تانية برضو محتاجين تسألوا عليها، ممكن تسألوا عليها. بيكون في دورات الكلية بتعملها للناس اللي هي بتبقى عايزة تتخصص في ألعاب معينة مثلا، بتبقى تبع الجامعة بختم الجامعة. عندكم برضو في دورات بيبقوا دكاترة من كلية بنين وكلية بنات، عندنا دورات بيعملوها اللي هي تأهيل حركي، واللي هي التدريب الرياضي والحاجات دي برضو بتبقى مفيدة جدا وبأسعار رمزية. ممكن تتابعوا على الجروبات بتاعت الدفعات اللي قبل كده، في ناس بتبقى يعني اورجنايزر في الحاجات دي، منظمين للكلام ده كله. في حاجات. في ايه تاني؟ عندك الكشف الطبي. عندك هتلاقيه قلنا يا في مستشفى المواساة يا في مستشفى النقراشي في بحري، او ممكن جمال عبد الناصر دي في المنارة. هي تقريبا اي مستشفى حكومة بس لازم يكون فيها كشف طبي. عندك ايه تاني؟ البنات اللي هي كانت بتسأل ان هو انا قدمت وما عملتش الاختبارات فينفع ان انا اقدم السنه الجايه. بصوا يا جماعه، الحاجات دي تقدروا تسالوا فيها الشؤون، لانك لو ما عملتيش الاختبار انا مش هقدر افيدك في حاجه في السنه بتاعتك. لازم تروحي تسالي الشؤون، هم يقدروا يقولوا لك هتقدري تعملي ايه. أم، بس كده. دي تقريبا كل حاجه انتوا سالتوا عليها. لو في اي حاجه تانية حابين تسالوا عليها ممكن تكتبوا في الكومنتات. أم، بس او تنزلوا بوستات على الفيسبوك برضو هرد عليها. بس احنا اتكلمنا في السكن وفي المواد وايه تاني، وعلى الشنطة. فمش عايزاكم تقلقوا خالص. انتي دلوقتي اول ما هينزلوا على الكلية ميعاد دخول الطلبة، حضرتك هتروحي تحضري عادي جدا. اهم حاجة تكوني لابسة زي رياضي، لابسة تي شيرت ولابسة بنطلون رياضي. بتروحي تحضري موادك عادي جدا، ومعاكي سكتش بتكتبي فيه المواد النظري وتحضري العملي بتاعك لحد ما الشنطة او الكيسة ايا كان يعني تنزل ان شاء الله بالسلامة ويبقى فيها اليونيفورم. طبعا حضورك يوميا ودخولك الكلية بالتريننج. لو مش لابسة التريننج هيقولك لا انت مش معانا فاطلعي بره، وهيبقى حوار مش لطيف. اهم حاجة بطاقة الترشيح معاكي، هي دي اثبات ان انت موجودة في الكلية لحد ما تلبسي اليونيفورم عشان ما يحصلكيش مشاكل وانت داخلة. بس كده. يا رب اكون قدرت ارد على كل الاسئلة. لو في اي اسئلة تانية تقدروا تكتبوا في الكومنتات او تنزلوها في البوستات. شكرا جدا ليكم.